ازيكم حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. من مطبخ ناني الاحلى الاكلات. النهارده هنعمل مع بعض هريسة الشطة. شايفة قوامها مظبوط ازاي؟ قبل ما نبدأ بالفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبدأ بالفيديو بتاعنا. معايا كيلو من الفلفل الاحمر زي ما احنا شايفينه كده. طبعا غسلناه كويس وسيبناه ينشف تماما. بعد ما تغسليه بتسيبيه كده على الرخامة لحد الفلفل بتاعك ما ينشف خالص. اول حاجة بجيب البرطمان بتاعنا اللي بنحط فيه الهريسة. طبعا انا بنزل بمعلقة خل. طبعا معلقة الخل دي بتبقى مادة حافظة لهريسة الشطة، بتفضل معاكي لمدة سنة. مش بتبوظ ولا بيجرالها اي حاجة. وبركنه كده على جنب، بسيبه من ما بخلص الهريسة بتاعتنا. هو بيكون نشف تماما من الخل. اول حاجة بجيب الفلفل اهو زي كده، بشيل كده القطعة اللي فوق وبفتح الفلفل بتاعنا وبشيل البذر منه خالص. اهو بتشيل البذر. بعد كده بتنفضيه كده زي ما انت شايفة اهو، بكل سهولة بيتشال معاكي خالص. وبقطع الفلفل بالشكل ده. طبعا انا بعمل الكمية كلها بالطريقة دي، او بخلص وبرجع لكم كده تاني. كده بكون انتهيت، قطعت الفلفل معانا كله. بجيب الكبة وبنزل بكمية الفلفل كلها. طبعا انا هنا معايا الكبة كبيرة، انتي ممكن لو كبتك صغيرة ممكن بتقسميهم على مرتين او 3. او بنزل كده بمعلقة خل كبيرة. طبعا لو انت الكبة بتاعتك صغيرة بتنزلي بكمية خل كده قليلة لو هتعمليهم على مرتين او 3 اهو. وبعد كده بنزل بمعلقة ملح هرمية. لازم يعني الملح تكون معلقة هرمية كده كبيرة علشان الهريسة بتاعتك ما تبوظش معاكي لما بتشيليها. وبنزل بنص معلقة من الكمون او معلقة صغيرة. وبرضو بنزل بنص معلقة من الكزبرة الناشفة. وفي حلة كده على النار بنزل بحوالي معلقتين زيت كبار. وبنزل بسيب الزيت بتاعنا يسخن كويس قوي. وبتنزلي بالهرسة الفلفل الاحمر اللي احنا خلطناها كده على الخلاط. اهم حاجة تنزلي بالزيت سخن علشان الفلفل ما ينزلش المية بتاعته كلها. طبعا على نار متوسطة كده. بعد ما تنزلي عليه بالغليان بتسيب الفلفل بتاعك على النار، طبعا مع التقليب المستمر علشان لو لزق في الحلة خلاص باظت معاكي الهريسة. طبعا على النار كده مع التقليب المستمر لحد المية بتاعته ما تنشف خالص. احنا مش هنسويه ولا حاجة، احنا بس هننشف المية بتاعته اهو بالشكل ده. بتخليه كده لحد المية بتاعته ما تنشف وبتشيليه على طول. وبكده بنكون خلاص كده اهي المية بتاعته نشفت خالص زي ما احنا شايفين اهي. المية نشفت خالص. اهم حاجة دي خطوة مهمة علشان الفلفل يعيش معاكي. وبعد كده بنجيب البطرمان اللي احنا عقمناه بالخل. طبعا البطرمانات طبعا حسب الكمية الهريسة بتاعتك ممكن تستخدمي بطرمان 2 3. ايا كان الكمية بتعقميها بالخل زي ما عملنا في المرة اللي في البطرمان الاولاني كده اهو. زي ما احنا شايفين كده عبينا البطرمان، بتعبيه كده كويس. طبعا بنمسحه عشان الغطا لما بنقفله. وبعد كده بضيف له حوالي كده معلقة زيت كده من فوق. طبعا دي خطوة مهمة عشان تحفظ معاكي الهريسة وما تبصش معاكي.
وبتقفليه كويس وبتشيليه في الفريزر، او لو هتستخدميه على طول في التلاجة من تحت برضو عادي خالص. وادي كده خلاص الهريسة بتاعتنا خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. باي باي.